الموقف اللي هاقوله ده بيفكّرني بمواقف كتير مننا بيتعرّض لها، إن أنتِ تكوني مضغوطة من حد وما أنتيش قادرة وما أنتيش طايقة، وعمّال يضغط عليكِ في موقف و2 و3 وأنتِ ساكتة، بالضبط زي التشبيه اللي هاقوله ده. اسمع معايا الفيديو وأنت هتعرف أنا قصدي إيه. عامل بالضبط لحد واقف وراك وحاطط رجله على صابعك، وضاغط على صابعك أوي وأنت عمّال بتتألم وما أنتش طايق الضغط ده. وبعدين انت ساكت ومش منبه الشخص ده على اللي انت فيه، وساكت وصامت ومنتش قادر، خلاص صبعك هينفجر، بيفرك لك صبعك كده وهو بيتك عليه. وبعدين لما توصل لمرحلة رجلك خلاص صبعك اتفرك ما انتش قادر، تقوم متضيله كده ومخشنله وقال له صارخ له في وشه وتقول له رجلي صبعي حوش رجلك. وبعدين يا عيني هو يبص لك كده ويزعل والعلاقة اللي ما بينكم تخسر خالص. طبعا بعد ما صبعك اتفرك وانت اللي حاسس بالألم الشديد اللي بحكي عليه. عارف لو كنت صرخت من الأول ونبهته وقلت له، ولو بكلمة بسيطة وكنت قلت له أنا صبعي تحت رجلك لو سمحت وبالراحة، من أول مرة حسيت بألم ما صبرتش لغاية ما انفجرت في وشه، كانت العلاقة ما بينكم كويسة وصبعك ما اتفرقش ولا حسيت بألم وكنت الدنيا تمام. عشان كده ده اللي بيحصل لنا مع علاقاتنا مع الناس اللي حوالينا. لما الحد اللي ما بيننا وبين الناس بيوصل لدرجة اللطف قوي، ان اللطف ده يأذيك، يعني التنيك لطيف وصابر وهو عمال يفرك صبعك كده وانتش عايز تتكلم وانت صابر وبعد كده تصرخ في وشه، فانت كده غلط. انا اللي بقولك من مواقف كتيرة بتحصل لنا في حياتنا لازم تعمل ستوب وقت ما يجيلك أذية من حد. ما تصبرش لما الأذى النفسي ده يوصل ان انت تنفجر منه وتقطع علاقتك بيه. تم أول بأول كده ونقول ستوب للأذى اللي بيحصل لنا من الناس. لو مش عارف كده اتعلم علشان ما تخسرش علاقات كتيرة. ساعات خسارتنا للعلاقات دي بتبقى من الضغط النفسي اللي مشحونين بيه من الناس. وانا بتكلم هنا على العلاقات اللي هي زي اهالينا، صلة رحمنا، ازواجنا، حمواتنا، عماتنا، خالاتنا، اي حد يقربولنا، مش حد بس، حد يكون بيهمك وانت مضغوط منه ومش قادر تقول له ستوب في الاول، وبعد كده بتنفجر في وشه والعلاقة بتتقطع وبيبقى ما بينكم مصانع الحداد، وبتبقى طول عمرك شايل منه وانت الغلطان ان انت ما اتكلمتش، لان درجة اللطف بتاعك، سكوتك على الاذى، وصلك للانفجار في وشه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت حلو، ومستنية، وصلي على النبي.